السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون وصفه هاد الليبيني الياباني اللي يجيكم بزاف بنين، يعني طريقه مختلفه على الليبيني اللي متعودين عليهم حنايا. الليبيني تاعنا يجو نصهم كاع خاوي وما يجوش ملحمين، لا هادو يجو ملحمين ولكن في نفس الوقت بنه ولا اروع، ويجو خفاف وهشاش، يعني لازم تجربوهم. اول شي راح نبدو بوصفه العجينه. ان شاء الله راح نحتاجو 200 مليلتر تاع حليب يكون دافي، يعني سعه الكاس تاع ام وليد. اللي ما عندهاش الكاس تاع الميزان، نزيدو له مغرف خميره الخبز ومغرف سكر. نخلطوا المزيج ونخلوه اكوتي يتفاعل واحد 10 دقائق. من مور ما يتفاعل نجو نضيفوا المكونات. راح نحتاجو 2 مغارف سكر واحد اخرين، نزيدو عليهم نص مغرف صغيره تاع ملح، كيس تاع فانيليا وزوج حبات بيض. نخلطو مليح هذاك البيض مع الحليب حتى ينحل البيض غايه في الحليب، ومن بعد نجو نلمو العجينه بالفرينه. اول شيء راح تحتاجوا واحد 450 غرام تاع فرينه. اللي ما عندهاش باش توزن غادي تعبري بهذاك الكاس، تعبري 3 كيسان، والرابع ضيفيه بالتدريج حتى تتحصلي على اون بات، يعني محكومه في اليد، ماشي يابسه وماشي طريه بزاف، يعني تقدي تعجنيها وتتحكمي فيها. من مور ما تلميها غايه في الكاسه حطيها فوق البلون دو طرافاي وبدي تعجني فيها واحد 2 مينوت حتى 3 مينوت، يعني ماشي حاجه كبيره. من مور ما عجناها هنا شويه نجو نضيفو لها قيس 50 غرام تاع مارغرين ولا زبده حيوانيه اللي عندكم اللي متوفر. مهم اللي ما عندهاش ميزان ديري مغرف ونص تاع مارغرين. ومن بعد نعاودو نقعدو ندخلو في هذيك المارغرين في العجينه. هنا تبدو تشوفوا بلي العجينه بدات تتقطع لكم وكل شيء، ما تخافوش، غير قعدوا تعجنوا فيها غايه. بعد تشوفوها باللي شربت هذاك الدهان، اون بليس ما تقعدش تلصق بزاف يعني، وتولي طريه اكثر واكثر. المهم هذه العمليه تاخذ منكم واحد 4 دقائق ل 5 دقائق ماكسيموم. شوفوا هنا مرمعجنا هذيك 5 دقائق كيفاش ولات لاباط. ديك المارغرين كاع دخلت لاباط، ولات ليس وتقعد عاده تتلصق في الاصابع تاعكم. هذا الشيء ضروري انها تتلصق باش تجيكم بيني شابين. المهم ردوها في الغسيبيون وخلوها تتخمر واحد 30 دقيقه حتى يضاعف حجمها. نروحوا هنايا الكريم باتيسير تاعنا. للكريم باتيسير غادي نحتاجو 500 مليلتر تاع حليب. اللي ما عندهاش باش توزن نعاودو نديرو 2 كيسان تاع ام وليد، نزيدو لهم 2 مغارف مايزينا، ونزيدو لهم 4 مغارف سكر. اللي يبغوا الحلاوه اكثر ديروا 6 مغارف، سينو 4 مغارف بزاف. من بعد زيدوا حبه بيض ونخلطوا، يعني نحلوا هذاك البيض والسكر ونشف الحليب غاية قبل ما نديروهم فوق الكاس. هنايا مور ما حليناهم بيان ردوهم ديروهم فوق الغاز. النار تكون هاديه باش المايزينا طيب والبنه تاعها ما تقعدش قاويه، يعني المايزينا تاني اللي قلها طيب باش كريم باتيسير في التالي تجيكم بنينه. المهم هنايا ما تنسوهاش، ما تغفلوش عليها، تقعدوا غير تحركوا فيها حتى تولي تتقل، يعني القوام تاعها يتقل. خلوها تبقبق فوق الغاز، يعني مور ما تقعد دير هذوك الفقاعات خلوها واحد 2 مينوت هكا وهي تبقبق باش المايزينا كيما قلنا الطيب. هنا المهم كانت طابت، طفيت عليها، نزيد لها 2 ساشي تاع لافاني، مغرف صغيره تاع مارغرين، ونخلطو غايه. اللي عندها لافاني اون بودر سي ميو باسكو البنه تاعها بزاف شابه. بعد نديروها في زلافه، نغطوها بابي فيلم كومباكت ونديروها في فريجيدير تبرد. من جهه اخرى نولوا العجينه تاعنا. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن قداش ولت، يعني خمرت التريبل ماشي ما دوبل كيما قلنا. المهم راح نحتاجو فرينه والسيرسو اللي غادي نقطعو به. نرشو قبل البلون دو طرافاي بالفرينه باسكو العجينه غادي تلصق لكم لخاطش خليناها شويه طريه كيما قلنا في اول فيديو. من بعد نديرو نص تاع لاباط فوق البلون دو طرافاي، خدمو غير بالنص باش ما تنغبنوش، ومن بعد نرشو من الفوق تاني بالفرينه باش العجين ما يلصقناش في الوريع. نحلو الليبينيه ولا العجينه تاعنا سمك 1 حتى لواحد ونص سنتيمتر، يعني ما يجوكم غلاض بزاف باسكو غادي يعاودو يخمروا وكي تقلو الثاني يتغونفلو، وما يجوكم رقاق بزاف يعني شكلهم ما يوليش شباب. ديروا 1 حتى الان يدمي، هذيك هو السايز تاعهم. ومن بعد نجيبوا الكوبات ولا السيرسو تاعنا، ماشي الكوبات السيرسو، ونقطعوا به ليبينيه.
اللي ما عندهاش هذا السيرسو ممكن انك تستعملي البلاعه تاع البريد تاع القهوه ولا لاتاي ولا المهم اي حاجه تقطعي بها ولا الكاس، المهم اي حاجه تقطعي بها هاد اللي بيني. شوفوا هنايا السمك تاعها راه يبان لكم في الفيديو. من بعد نرشوا هذيك الطرشونه يعني من الاحسن تكونوا حاطينها حداكم، طرشونه ولا البلا ولا اي حاجه غادي تحطوا فوقها لي بيني باش يخمروا، باسكو غادي يعاودوا يخمروا خطره واحده اخرى. نستفوا العجينه تاعنا هنايا فوق الطرشونه ونخلوها تخمر. هنا العجينه هذوك لي زيكستريميتي اللي قاعدون هذوك لي شوت اللي قاعدوا لكم عاودوا ماشي تعجنوهم بزاف، يعني غير تلموهم وخلوهم يريحوا وخدموا لاباط اللي من بعد. هنا مور ما تكملوا ديك لاباط الزاوجه عاد ولوا هاد لي شوت، باسكو لازمهم يريحوا باش ما يغبنوكمش كي تجوا تورقوهم. فهمتوني؟ جيسبر تكونوا فهمتوني. المهم نكملوا كامل لاباط تاعنا بنفس الطريقه. وهنا نخلوهم يخمروا للمره الثانيه. مهم تخلوهم يخمروا حتى يتقنفلوا. شوفوا ما غاديش يدوم منكم واحد ربع ساعه، طلعوا عليهم تلقوهم ولوا قداش. انجو نقلوهم. هنا الزيت لازم يكون غزير، المقله تكون كبيره باش الحبه تعوم في وسط الزيت كيما نقولوا، والنار تكون قليله باش طيب من الفوق. يعني ما غاديش تتحمركم لخاطش تشوفوا هنا كون تكونوا زايدين للنار غادي يتحمروا لكم بالخف وما يطيبوا لكمش من الداخل غايه. وهنا حنا لازمنا يطيبوا غايه من الداخل لخاطش هادو ماشي رقاق كيما مداري كيما موالفين اللي بيني اللي نديروهم حنايا. المهم نبقوا كي نحطوا الحبه خلوها شويه في الزيت ومن بعد نقعدوا نرموا بالمغرف الزيت فوقها حتى تتقنفل ونراقبوها. اون فيت اللي تتحمر شويه من تحت نقلبوها. هنايا لازم لا دوغور تاعها يعني التحمار هذاك يكون غير دوغي، يكون شباب، ما تزيدولهاش التحمار باسكو من بعد. شوفوا هنا راها تحت الاضاءه راها تبان لكم شابه. دوك تشوفوا هنايا غادي نوريكم هاد الحبه، شوفوا راها تبان شابه ما شاء الله، بصح كون تشوفوها بلا الاضاءه اللي راني نصور بيها تبان لكم كلي حمراء بزاف تكون محروقه. المهم غير صفروهم هكا كيما راه يبين لكم في الفيديو. والنار شوفوا النار لازم قليله باش يطيب لكم من الداخل، ماشي من بعد تزيدوا النار تقولوا لا جات معجنه وكل شيء، لا نار قليله ونطيبوهم في خاطرهم يجونا واحد اللي بيني بزاف بنان. يعني هاد الوصفه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا مرمق ليت كامل هذيك لا كونتيتي. شوفوا هذوك 3 الحبات اللي راهم يبانوا لكم حمر بزاف، هذوك هما الاولى اللي قلت لكم ما تحمروهمش بزاف، يعني خلوهم صفر باش يجوكم من بعد لا كولور تاعهم تبان لكم بزاف شابه.
المهم نجو نسكروهم. هنا ديروا لهم سكر، يعني انا غير بغيت ندير السكر، هي ما يديروش السكر، يديروا مثلا غاناش تاع شوكولا، ديروا سكر يعني كيما الكراميل ومن بعد تغطسوه. مهم فيها بزاف اشكال، يعني شوفوا نتوما دو الانسبو من الريزو سوسيو وسيو. المهم انا عطيتكم العجينه وانتم الابداع تاعكم بقى عندكم. هنايا مورما نجو نفوتوا المرحله يعني باش نعمروهم بلا كريم. شوف هذيك لا كريم مورما جمدت تكون هكا، يعني تكون كتله واحده. بعد نجبدوا الباتور وندربوها مليح بالباتور حتى تنحل. نعمروها في لابوش ادوي، ومن بعد نحلوا الحبه تاع البينيه بالمقص ونعمروها. عمروها غايه، يعني هنايا ما تكونوش بخلاء، يعني عمروا مليح الحبه باش تجيكم معمره غايه بلا كريم. وديك لا كريم بزاف بنينه، يعني تقريبا كاع رانا مسيينها فارك وعارفين البنه تاعها، وكي تتخلط ثاني مع البنيه تولي بزاف شابه. المهم الحشو يبقى اختياري، ممكن ديروا لهم البات المورجين هذيك تاع ذوق البندق، ممكن ديروا لهم شوكولا كونفيتور هاد لا كريم، اي شيء ويجيكم بزاف بنين. هنا لاباط ما شاء الله، يعني التكستور بزاف شابه، يعني ما عادش نقعد نشكر لكم خاطش لازم تجربوها باش تحكموا عليها. المهم كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب تاعكم. والاخوات اللي راهم باغيين يديروها كمشروع، هذه الوصفه والله العظيم انها وصفه يعني خرافيه من الاخر. دوها، هذه هي لاباس تاع لاباط. واما الحشو فيبقى اختياري عندكم، ممكن ديروا هذاك الحشو تاع الشوكولا دبي اللي راه ترند، ممكن يعني الابداع يبقى عندكم. كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، ما تنسوش تخلوا لي جيم، واللي مش مشترك يشترك. الى الوصفه القادمه ان شاء الله، سلام.